أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ بمبحث جديد تحت عنوان: بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا، والقرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي عليهم السلام في الإرث، وأبو بكر قد خالف. إذن عندنا عنوان من جزئين. الجزء الأول بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. مر علينا عنوان الكاذب الآثم الغادر الخائن، وتكرر علينا عنوان الكاذب الآثم الغادر الخائن، ومرت علينا الرواية المتضمنة للكاذب الآثم الغادر الخائن، وأيضا قد أشرنا إلى عنوان الظالم. وإن شاء الله اليوم سنطلع على عنوان الظالم من نفس الرواية وفي نفس الرواية المتضمنة للعنوان. إذن بعد 5 سنين أي بعد 5 سنين من تصدي أبي بكر ومعه عمر للخلافة، للرئاسة، للزعامة، للإمامة، للتسلط على الأموال، لغصب الأموال من الخمس والفيء وفدك وباقي الأموال التي هي من حق النبي ومن أملاك النبي ومن خصوصيات النبي سلام الله عليه، ومنه لذوي القربى، ومنه لعلي وفاطمة، ومنه لباقي ذوي القربى. بعد 5 سنين أي بعد عصر خلافة أبي بكر وبعد 2 من عصر خلافة عمر تأتي هذه الشهادة الواضحة الشاخصة الصريحة بحق سيدنا أبي بكر وعمر من علي والعباس، وبشهادة عمر وبإقرار علي والعباس عليهم السلام. وتضاف هذه الشهادة من علي والعباس، يضاف هذا التقييم من علي والعباس إلى شهادة وتقييم فاطمة سلام الله عليها. وهذه الشهادة وهذا التقييم هو الذي قد ذهبت به سيدتنا فاطمة إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبرته بهذا. بكل تأكيد قد حصل هذا الأمر إن شاء الله، وعند الله تجتمع الخصوم. الجزء الآخر من العنوان: القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي عليهم السلام في أي مسألة؟ في الإرث. إذن عندي القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الإرث، أو نقول أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي يوافقون القرآن، يطابقون القرآن، يحكمون بما حكم القرآن، يفعلون ما أمر القرآن، ينتهون عما نهى القرآن. وبخلاف هؤلاء نجد أبا بكر وعمر قد خالفا القرآن. والكلام أين؟ في مسألة الإرث. إذن هذا هو الجزء الثاني، وهذا من تطبيقات العرض على كتاب الله، العرض على القرآن. إذن عندنا القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الإرث، وأبو بكر قد خالف وعمر قد خالف، ومن أيد ومن وافق ومن رضي بإجراء بحكم بتسلط أبي بكر على فدك وعلى الأموال، على أملاك النبي، على أموال النبي من الخمس ومن الفيء،
فهؤلاء قد خالفوا القرآن. إذن العنوان هو بعد 5 سنين كان أبو بكر أو عمر كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا بحسب شهادة علي والعباس وبحسب شهادة فاطمة التي سبقت بشهادتها الواضحة المؤلمة، والتي ستذهب بها وقد ذهبت بها إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الله تجتمع الخصوم. وهذا المبحث الثالث هو تابع لبحث صحيح مسلم. العباس وعلي يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا هو عنوان البحث الأصلي. صحيح مسلم: العباس وعلي يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. وكان في هذا البحث عدة مباحث. الأول: علي والعباس يتهمان أبا بكر وعمر بالكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم. هذا المبحث الأول وقد مر علينا. ودخلنا في المبحث الثاني وانتهى أيضا، وهو كان تحت عنوان: قال عمر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ولي رسول الله، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا لغصبه الخلافة وقد أرجع الإرث. وقد مر علينا هذا المبحث وانتهينا منه، وبينا فيه بأن عنوان الكاذب الآثم الغادر الخائن يبطل البيعة والخلافة، سواء كان هذا العنوان، سواء كانت الشهادة بهذا العنوان بهذه المواصفات، سواء كانت بلحاظ نفس التصدي للخلافة والأمرة والحكومة والسلطة والإمامة، أو بلحاظ اغتصاب الحقوق. وباغتصاب الحقوق بالغصبية يكون متصفا بالكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم، وهذا يستلزم بطلان البيعة إن كانت هناك بيعة، وبطلان الخلافة. وبينا بأن اللحاظ بخصوص سيدنا عمر كما في الرواية التي مرت علينا كان الوصف بلحاظ الخلافة، الإمرة، ولاية الأمر، الإمامة، السلطة، الحكومة، الرئاسة، رئاسة الوزراء، بلحاظ التسلط السياسي والحكومي السلطوي. ومبحث اليوم وهو الثالث قلنا تحت عنوان: بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. والقرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا عليهم السلام في الإرث. القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان، القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الإرث. وأبو بكر، أما أبو بكر وأبو بكر قد خالف، وعمر قد خالف، وكل من أيد أبا بكر وعمر فقد خالف. وسنحشر جميعا إن شاء الله في يوم المحشر، ونسأل الله تعالى أن نكون ممن وافق القرآن ووافق العترة ووافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في مسألة الإرث، ونكون ممن خالف أبا بكر وعمر في مسألة الإرث، إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إرث العترة عليهم الصلاة والسلام. مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي
ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي. الكلام في بحث صحيح مسلم. العباس وعلي عليهما السلام يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. والآن في المبحث الثالث: بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. والقرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الإرث، وأبو بكر قد خالفه وعمر قد خالفه. في مسألة الإرث قول وموقف أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي يوافق القرآن، يطابق القرآن، لا يخالف القرآن. فكل هذه الشهادات مع الآيات القرآنية المحكمة هل يبقى باقية لقول جاء به أبو بكر لا يعلم بمقدار صحة ما نقله أبو بكر، لا يعلم بمقدار وبتمامية ما نقله أبو بكر؟ آيات الوصية، آيات الإرث، آيات الميراث واضحة، وهؤلاء من الصحابة ومن العترة ومن أمهات المؤمنين الكل طالب بالإرث. فمن أين جاء أبو بكر بهذه الدعوة، بهذا القول الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولو صح القول من أين جاء بهذا الفهم، بهذا المعنى الذي أبطل فيه كل هذه الآيات القرآنية الواضحة المحكمة، وأبطل فيه وبه كل هذه الشهادات من العترة، من علي والعباس وفاطمة، من أمهات المؤمنين وعثمان؟ في السنن الكبرى للبيهقي رقم الحديث 12729 12729. في السنن الكبرى للبيهقي يستفاد أمور منها: الشهادة بأن أبا بكر كان ظالما إضافة لكونه كاذبا آثما غادرا خائنا، وأن عمر كان ظالما إضافة لكونه كاذبا آثما غادرا خائنا. أكثر من ذلك ماذا يستفاد؟ لقد كشف البيهقي مع البخاري عن شهادة أمنا عائشة بأن أمهات المؤمنين طالبن بإرثهن مما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسلن سيدنا عثمان لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. لاحظ، أرسلنا عثمان لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. عائشة تقول هذا، البخاري نقل هذا، البيهقي نقل هذا عن عائشة، وعثمان وافق على طلبهن وعلى أن يذهب لأبي بكر، وذهب لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. إذن هنا أضيفت شهادة عثمان وشهادات أمهات المؤمنين إلى شهادة فاطمة وعلي والعباس. هنا وفي هذا المقام حيث تم إرسال عثمان للمطالبة بالإرث، يكون سيدنا عثمان قد انضم للمخالفين والمعارضين والمعترضين على سيدنا أبي بكر في إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون عثمان قد وافق واتفق مع أمهات المؤمنين ومع العباس وفاطمة وعلي عليهم السلام في أن النبي يورث فيما تركه من الفيء وغيره.
إذن هذه شهادات مضاعفة متعددة مؤكدة ومؤكدة للحق ومؤكدة لما في القرآن بأن النبي يورث. ويكون عثمان قد وافق واتفق مع أمهات المؤمنين ومع العباس وفاطمة وعلي عليهم الصلاة والسلام في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يورث فيما تركه من الفيء وغيره. بعد المواقف اللفظية والعملية لعثمان وأمهات المؤمنين وفاطمة والعباس وعلي عليهم السلام في مخالفتهم ومعارضتهم لأبي بكر في منع إرث النبي، فإنه يثبت يقينا أن سيدنا أبا بكر كان مخطئا فيما فهمه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث، لأن هذا يخالف القرآن ويخالف الشهادات اللفظية والعملية للعترة لعلي والعباس وفاطمة وعثمان وأمهات المؤمنين. فإنه يثبت يقينا أن سيدنا أبا بكر كان مخطئا فيما فهمه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث، عندما نقل عنه لا نورث، فهذا القول خاطئ باطل، إما لم يصدر أصلا أو لم يفهم من قبل أبي بكر. وحتى لو لم تكن هناك شهادات لعلي وفاطمة والعباس وأمهات المؤمنين وعثمان، فلا يمكن القبول بهذا القول من سيدنا أبي بكر، لأنه يخالف القرآن، يعارض القرآن، يناقض القرآن، فهو زخرف، فهو باطل. إما لم يصدر من النبي أصلا، أو أن أبا بكر لم يفهم المعنى المراد منه. وهذا من تطبيقات عرض الروايات على القرآن. وهذا الخطأ من أبي بكر قد يكون ناشئا من الجهل والغفلة، وقد يكون ناشئا من موقف سياسي مجتمعي. هذا المورد من موارد رعب السلفية، من فوبيا العرض على القرآن. العرض على القرآن طامة كبرى على رؤوس السلفية وعلى رؤوس السنة المعترضين على العرض على القرآن، هذه طامة كبرى على رؤوسهم. إذا نقول هذا المورد من موارد رعب السلفية من فوبيا العرض على القرآن، وذلك لأنه ينسف أكذوبة عدالة الصحابة من أساسها ومن أصولها، حيث نجد هنا ونتيقن أن أبا بكر يخالف آيات الله وأحكامه، يخالف آيات الله وأحكامه مخالفة صريحة بكل عناد وإصرار. ومع إضافة مخالفته للعترة العباس وفاطمة وعلي وأمهات المؤمنين وعثمان، يكون أبو بكر قد خالف وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن والعترة. ونفس الكلام أيضا يقال عن عمر، حيث نجد هنا ونتيقن أن عمر قد خالف أو يخالف آيات الله وأحكامه مخالفة صريحة بكل عناد وإصرار، وقد وافق أبا بكر في ما فعل إلى أن استلم الخلافة هو بنفسه، وبعد سنة من خلافته أرجع بعض المال إلى علي والعباس وأبقى البعض الآخر عنده. إذن ينطبق عليه الكلام كما كان أبو بكر. يكون أبو بكر قد خالف وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن والعترة. وهذا العرض على القرآن يكشف بساطة
ذهنية وتعقل أبي بكر ومحدودية تفكيره، ويكشف محدودية تفكيره مع جهله بأبسط المعاني والآيات القرآنية. لا يفهم المعاني القرآنية، لا يعلم بالآيات القرآنية، بالرغم من أنها موارد كثيرة وعديدة ومؤكدة وواجبة، وهو قد خالفها. فهذا حال أبي بكر وعمر، فكيف حال باقي الصحابة؟ فإذا كان أبو بكر بهذه المواصفات وهو من أفضل الصحابة، فكيف إذن باقي الصحابة؟ فبكل تأكيد يثبت بساطة ذهنية وتعقل الصحابة ومحدودية تفكيرهم مع جهلهم بأبسط المعاني والآيات القرآنية. ونفس الكلام يقال في عمر. هذا العرض على القرآن، هذه فوبيا العرض على القرآن، هذا العرض ينسف أكذوبة عدالة الصحابة من أساسها ومن أصولها، حيث نجد هنا ونتيقن أن عمر يخالف آيات الله ويخالف أحكامه، يخالف آيات الله وأحكامه مخالفة صريحة بكل عناد وإصرار، ومع إضافة مخالفته للعترة العباس وفاطمة وعلي عليهم السلام، يكون عمر قد خالف وصية النبي بالقرآن والعترة. وهذا يكشف بساطة ذهنية وتعقل عمر ومحدودية تفكيره مع جهله بأبسط المعاني والآيات القرآنية. فإذا كان عمر بهذه المواصفات وهو من أفضل الصحابة، فكيف إذن باقي الصحابة؟ فبكل تأكيد يثبت بساطة ذهنية وتعقل الصحابة رضي الله عنهم، ويثبت أيضا محدودية تفكيرهم مع جهلهم بأبسط المعاني والآيات القرآنية. فبكل تأكيد يثبت بساطة ذهنية وتعقل الصحابة ومحدودية تفكيرهم مع جهلهم بأبسط المعاني والآيات القرآنية. نطلع الآن على موضع الشاهد في السنن الكبرى، أو على مواضع الشاهد أو مواضع الشواهد أو موضع الشاهد في السنن الكبرى. السنن الكبرى البيهقي المتوفى في سنة 458 هجري، القرن الخامس الهجري، المحقق محمد عطا، الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 1424 هجري 2003 ميلادي، عدد الأجزاء 11، الأخير فهارس، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، تاريخ النشر بالشاملة 1433 من المكتبة الشاملة كما قلنا. السنن الكبرى للبيهقي. والكلام الآن في الجزء السادس، كلام في الجزء السادس. لاحظ السنن الكبرى البيهقي في الجزء السادس، رقم الحديث 12728 12728 12728. هنا هذا الحديث، هذه الرواية جاء بها البيهقي من أين؟ جاء بها من مسلم، يقول رواه مسلم في الصحيح، وأيضا يقول رواه البخاري. هذه الرواية التي نقلها البيهقي قد سجل المصادر التي روت هذه الرواية، فذكر مسلم يقول رواه مسلم في الصحيح، وأيضا يقول رواه البخاري. إذن السنن الكبرى الجزء السادس الصفحة 485 ورقم الحديث 12728 هو الذي أمامنا هنا في أعلى الصورة. الرواية عن مالك بن أوس بن الحدثان، والناقل عن مالك هو الزهري. الزهري عن مالك يقول مالك حدثني، أو مالك حدثه، حدث الزهري. وهذه مرت علينا، أرسل إلي عمر فجئته، والمتحدث هو مالك، والتي فيها كما قلنا هذا المقطع الذي نقل على أن العباس شتم وسب عليا،
وقلنا هذا من موارد الكذب والتدليس، ومع هذا فنحن ثبتنا هذا وقيدنا هذا من موارد القمع للعترة وسيد العترة علي سلام الله عليه. اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. وعندما نقرأ الرواية نجد يعني كل الروايات بالرغم من اختلاف الألفاظ فيها أن العباس هو الذي تصدى بالكلام وطلب من الخليفة عمر أن يحكم بينه وبين علي. فالظاهر بأن الأمور كانت بيد علي، وأراد العباس أن يحصل على شيء من هذه الأموال كي يتصرف بها. والله العالم، هذا ما يستظهر من الروايات، أو هذا ما يستفاد من الروايات التي اطلعنا عليها. فيها أن العباس هو الذي تصدى للكلام، وهو الذي سجل الشكوى على علي سلام الله على علي وعلى العباس. مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي. السنن الكبرى البيهقي، المحقق محمد عطا، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة. لاحظ السنن الكبرى البيهقي في الجزء السادس، رقم الحديث 12728. هذه الرواية جاء بها من مسلم، يقول رواه مسلم في الصحيح، وأيضا يقول رواه البخاري. الجزء السادس الصفحة 485 ورقم الحديث 12728. الرواية عن مالك بن أوس بن الحدثان، والتي فيها كما قلنا هذا المقطع الذي نقل على أن العباس شتم وسب عليا، وقلنا هذا من موارد الكذب والتدليس، ومع هذا فنحن ثبتنا هذا وقيدنا هذا من موارد القمع للعترة وسيد العترة علي سلام الله عليه. اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. وعندما نقرأ الرواية نجد فيها أن العباس هو الذي تصدى بالكلام وطلب من الخليفة عمر أن يحكم بينه وبين علي. فالظاهر بأن الأمور كانت بيد علي، وأراد العباس أن يحصل على شيء من هذه الأموال كي يتصرف بها. والله العالم، هذا ما يستظهر من الروايات، أو هذا ما يستفاد من الروايات التي اطلعنا عليها. فيها أن العباس هو الذي تصدى للكلام، وهو الذي سجل الشكوى على علي سلام الله على علي وعلى العباس، إلى أن يقول قال عمر: فإن الله سبحانه وتعالى كان خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا غيره. فإن الله كان خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. يقول: فقسم. من الذي يقول؟ عمر. فقسم رسول الله بينكم النظير، فقسم بينكم النظير. إذن سيدنا عمر رضي الله عنه
يقر ويعترف بأنه يوجد أموال فيء قد قسمها النبي بين العترة، بين الهاشميين، بين ذوي القربى في حياته، وانتهى الأمر، انتهى. إذن يوجد أملاك، يوجد حصص قد وزعها النبي على العترة، على بني هاشم، على ذوي القربى، على من حرمت عليه الصدقة. انتهينا من هذا، انتهينا. فهذه القضية واضحة، لكن هل هذه القضية الواضحة هل هذا الأمر يسكت عنه؟ لا يسكت، لأنه إن ثبت الملك، إن ثبت التقسيم من قبل النبي في حياته، فلماذا تأخذ وتسلب وتغتصب فدك من فاطمة؟ حالها حال من قسمت عليه النظير. ما هو الفرق؟ فهنا يأتي إبليس السلفية، يأتي السلفية الأبالسة، يأتي السنة من المدلسة والكذبة من الشياطين، فتأتي روايات تدلس على هذه العبارة. فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينكم النظير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم، قسمها كلها، قسمها عليهم. التفت جيدا، واضح العبارة، واضحة. آمارة، آمارة، ضف، صوص، عصير الذباب، عصير الذبان. والله كلما أتذكر ابن عمر رضي الله عنه، أسأل الله تعالى أن يغفر له ويرفع من شأنه، عندما صدق في وصف هؤلاء بالحمير. لاحظ، نحن مسبقا قلنا لكم كيف أن هؤلاء الحمير كما وصفهم ابن عمر سلموا عقولهم للمشايخ. الآن كلما تريد أن تتحدث مع أحدهم مهما كان عندهم من عنوان، يقول لك الشيخ، ماذا قال الشيخ، ماذا كتب الشيخ. هذا الغباء وهذا الوصف بالحمار أتى بالوراثة، توريث هذا الأمر. الآن كل من تتحدث معه يقول لك الشيخ. التفت جيدا، وهم يتحدثون مع الصغار، يحذر الصغار، يحذر السلفية، يحذر السنة من قراءة كتب الروايات بأنفسهم، إلا على يد شخص، إلا على يد شيخ، كي يعلم التدليس، يعلم الشيطنة، يعلم الكذب والاحتيال، يعلم أن يكون حمارا كما وصفه ابن عمر، يعلم أن يكون بهيمة كالأنعام بل أضل. الآن عندما تتحدث مع الآخرين، عندما تحتج على الآخرين، يقول لك الشيخ، ماذا قال الشيخ، ماذا كتب الشيخ. وتجد نفس هؤلاء الحمير كما وصفهم ابن عمر يقرؤون القرآن ويحتجون على الآخرين بآيات القرآن، ولا يعترض مشايخهم كبار الحمير كما وصفهم ابن عمر، لا يعترضون على أن يقرأ هؤلاء الأغبياء الحمير كما وصفهم ابن عمر، لا يعترض على هؤلاء بأن يقرأوا القرآن، بينما في الروايات لا يسمح لهم. يحذر هؤلاء من قراءة الروايات، من قراءة كتب الروايات، كتب الحديث بدون شيخ. لاحظ إلى أي مستوى من الغباء أوصلوا هؤلاء، إلى أي مستوى من الجهل، جهل غير متوقع حتى عند الشيعة ممن يعمل الطقوس عند القبور وممن يتشفع عند القبور، وإلى مستوى من الجهل أدون وأدون وأدون من السنة الصوفية والأشاعرة ممن يعمل الطقوس عند القبور وممن يتشفع بالقبور. لا يوجد مثل هؤلاء السلفية، هؤلاء هم السلفية، هؤلاء
هم مصداق لغباء وبهيمية أجدادهم، كما وصفهم ابن عمر بالحمير: الذين لا يفرقون بين الناقة والجمل. هؤلاء السلفية، هؤلاء هم السنة ممن يسير على منهج السلفية. التفت جيدا، عند السنة يوجد قسمان رئيسان أساسيان في المذهب السني، والسلفية خارج هذا العنوان. نتحدث عن قسمين: قسم الصوفية، وهؤلاء بمصطلح وبحكم السلفية هؤلاء شيعة، عندهم تشيع، فيهم تشيع. ويوجد القسم الآخر من السنة ما يسمى بالأشاعرة، هؤلاء الكثير منهم أصحاب ابن حجر والنووي وغير هؤلاء أغبى وأقبح من السلفية. عندما تطلع على هؤلاء تترحم على السلفية، هؤلاء أحقر أخبث من السلفية. ويأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء